كثير من لاعبيها الذين بصموا في أكبر الدوريات والبطولات العالمية، وخاصة محاربها الشاب ياسين إبراهيمي الذي صنع موهبته في فرنسا حيث ولد هناك، وسعى إلى تعلم أبجديات معشوقته كرة القدم في عدد من المراكز قبل انخراطه لمدة عام كامل في مدرسة باريس سان جيرمان. بدأ إبراهيمي رحلته الاحترافية مع نادي رين الفرنسي لفئة 18 سنة، وحقق معه بطولة الدوري والكأس، ولكن تمت إعارته إلى أحد أندية الدرجة الثانية قبل أن يسارع نادي رين باستعادته في موسم 2010-2011. ولكن طموحات محارب الصحراء كانت أكبر بكثير، فقرر الانتقال للعب في صفوف نادي غرناطة الإسباني، وهناك كشر الإبراهيمي عن أنيابه وخطف الأضواء في أقوى دوريات العالم. ومما لا شك فيه أن تاريخ 12 من نيسان أبريل عام 2014 سيبقى محفورا في ذاكرة اللاعب عندما تسبب في خسارة برشلونة للقب الليغا وإزاحته من المركز الثاني بعد تسجيله الهدف الرابع هدف الفوز. واختير ياسين إبراهيمي كأحسن مراوغ في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي، متفوقا على أقوى نجوم العالم مثل ميسي ونيمار وكريستيانو رونالدو. ولمع النجم الجزائري على مستوى العالم في مونديال البرازيل، حيث لبى دعوة بلاده دون تردد، وتألق وتفنن في تعذيب الخصوم، وكان له دور كبير في النتائج الطيبة التي حققها محارب الصحراء. إنه الأفضل فهو ملك والمراوغات، هو اللاعب المناسب في بورتو، ماجر الجديد، أنا متأكد من ذلك. وعليه سال لعاب عمالقة أوروبا، فحظي بالتعاقد معه نادي بورتو، أكبر وأقوى أندية البرتغال، ليصبح نجما فوق العادة في ظرف وجيز نظرا للأهداف التي سجلها في مرمى المنافسين، وخاصة الهاتريك الذي وقع عليه في دوري أبطال أوروبا كأول لاعب عربي وأفريقي يحقق ذلك. من جديد وشوط خطير، والهدف الأول يأتي عن طريق الفنان الجزائري ياسين إبراهيمي يعلن عن تقدم الدراجاو. إبراهيمي ينطلق يواصل إبراهيمي والثاني فهنيئا للجزائر بمحاربها ولأندية العالم.